دكتور هشام، اهلا بيك في الهيلثي. اهلا بيكي. احنا لما فكرنا نعمل حلقة نتكلم فيها عن الدكاترة والكارير بتاعهم وممكن يعملوا ايه وايه وايه وممكن يروحوا فين ويجوا منين، اول حد جه في بالي كان انت. يعني نور، بصي اولا طبعا انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكي وانا النهارده، كمان. ويعني حاجه من الحاجات اللي هي شجعتني ان انا اجي. اولا احنا يعني we have a long history together ايوه ايوه. ولسه فانت شفتي كل حاجه، شفتينا واحنا لسه بنكبر وبتاع وانت ومش عارف كمان ايه. فاكر انا فانا شايف من كل حاجه. اول سوشيال ميديا، من اول ف... كل حاجة. فيعني حاجه من الحاجات اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها قريب في كارديو اليكس لسه اه من كام يوم، يعني كان اه الكارير باث للدكاتره اه الصغيرين، ودي حاجه مهمه جدا. اه دلوقتي الاختيارات بقت كتير جدا خصوصا انه جدا. تكلم اي حد نفسي اطلع دكتور، لا هو دكتور دي كبيرة يا جماعة، دي بالظبط كبيرة قوي بالظبط. وكتيرة. يعني حاجه من الحاجات اللي احنا كنا بنقولها انه المهم جدا تبقى عارف انت عايز ايه، امم ومش عارف بس انت عايز ايه، نفسك في ايه. لا انت تبقى دارس كويس ايه الحاجه اللي انا عايزها، امم شفتها بقى، اه جربتها، اه هل عرفت عنها، جمعت عنها معلومات، مهم. علشان في الاخر تاخد informed decision. انا خدت قرار مسبق بمعرفه. مم. فلو احنا بنتكلم على الناس اللي هي لسه في ثانويه عامه مثلا دلوقتي اه وبيتفرجوا علينا واللي هو وكده، عايزه اطلع دكتور. وانا عايز اطلع دكتور، مم. ودي كانت سؤال سألني لما انا رحت امريكا. كنت بين سنه 5 وسنه 6، مم. فاحنا بقى في كميديكال اكسشينج بروجرام يعني، اه فبيقولوا لي انت ايه اللي خلاك تاخد طب؟ اه فقلت ايه لهم اللي كنت خلاك تبقى دكتور عايز فعلا؟ اطلع دكتور يعني، اه وبابايا كان نفسه كده وبتاع. ايوه ضحكوا عليا. اه ليه بقى؟ اساليهم بقى، هم دخلوا ازاي كليه الطب. اه واحد اتطوع في الافريقيا علشان خاطر يساعد الناس بتوع الافريقيا في المجاعات. واحد اتطوع في مستشفى. دول ناس شافوا الطب، شافوا يعني ايه دكتور، وشاف نفسه في المهنه وشاف دي. نفسه، بص لنفسه في المرايه، عارف الاختيار بتاعه ازاي، مم. فاختاره. مم. فده فرق بين اختيار انا جبت مجموعه عاليه ثانويه عامه ودخلت، اه وفرق بين انا واحد لا، انا عارف انا عايز ايه. وقد المسؤوليه دي صح. وهقدر ابقى في قيمها المهنه دي كويس. واتميز صح. فيها، لانه انا بحس انه يعني انت مع او ضد فكره المسمى بتاع كليات القمه؟ آه انا متهيألي ان هو دلوقتي اصلا هي الموضوع اختلف تماما. ما بقاش في حاجه اسمها كده. يعني متهيألي ان ايفن حتى احنا لسه في لسه لسه الارا برضه يا دكتور هشام، برضه اهالينا عندهم حته انه دي اهالينا. دخلت كلية كذا، ده صح، دخل الدكتوره كلية كذا، الدكتوره. الدكتورة راحت، الدكتورة يعني جت. خلينا نقول احنا محتاجين نتكلم كويس قوي في الموضوع ده، بحيث مم. انه زي ما انت قلتي بالظبط يا نور، ايه اهالينا، اه الجيل القديم. اه بس لو انت جيتي اي حد دلوقتي قلت له والله انا بشتغل في الارتفيشال انتليجنس بتاع، هيبقى this is the hot topic. صح صح. فهتلاقي ان حصل شيفت. ليه؟ مم. لان كل حاجه اتغيرت. مم. انا من يعني يعني ناس كتيره جدا زمان اه كان هو ده فعلا هي مم. هندسه وطب يعني مم. طب دلوقتي ده في حاجات كتير جدا، ايوه up صح. to aviation، هندسه طيران، مم. زي ما انت بتقولي حتى في مثلا. طب دلوقتي، طب ايه دلوقتي الجديد اصلا في طب دلوقتي؟ احكي لنا كده. ده موضوع كبير قوي يعني. خلينا نقول ان الجديد في طب definitely مم. هيتغير الفتره اللي جايه تغير كبير جدا مم. بدخول الارتفيشال انتليجنس، مم. الذكاء الاصطناعي. ازاي بقى؟ فور اكزامبل حاجه صغيره قوي، اه انه ودي كان حاجه ريفولوشن في مجال الاشعه المقطعيه. عارفه احنا اه بنعمل حاجه اسمها تافي، مهم. اللي هي تغيير الصمام تغيير الاورطي. الصمام لا، الأورطي انت اكيد بالقسطرة، عارفه يعني. اه طبعا. اصل هي آه عمليه مذهله يعني بالنسبه لي التافي دي، وعلى فكره مش ناس كتيره لسه برضو عارفه ان طبعا. هي في مصر بتتعمل بنفس الكفاءه بره، وانه في اكسبرتس يعني في مصر ده حقيقي فعلا. بره مصر لما بيسافروا بره مصر بيعتبروهم خبراء مصريين سافروا، ان هي عمليه معقده غاليه بالظبط. صعبه. الارتفيشال انتليجنس دلوقتي اه بقى عندنا حاجه اسمها مودلز. مودلز. اه ان انا اجي العيان امم اعمل له اشعه مقطعيه، اه ويبدا الارتفيشال انتليجنس يعمل تحليل للاشعه المقطعيه دي، امم ويقول لك انهي صمام ينفع للعيان، واو. وايه هي نسب حدوث اي مضاعفات، مم. والمضاعفات دي هتكون عامله ازاي. فداخل العمليات عارف انهي صمام هو كل حاجه بالظبط، اللي هيركب، بالملي وممكن كل اي حاجه تحصل بالملي وهتعامل معاها ازاي. بالملي. مم. وده بس في مجال القلب، لا في مجال مثلا المناظير. اه ان دلوقتي انت ممكن في كبسولات
بتتبلع، مم. وتبدا تشوف، او ايفن حتى مناظير عن طريق القولون يعني، يبدا يعمل سكان للوول بتاع القولون، مم. ولو في اي نتوءات ياخد له صور من كل يديكي الزوايا الارم ويديك ان الارم انت ويقول لك ممكن كمان انت عينك ما البروجنوزس. تلقطهاش. انت ممكن عينك ما تلقطهاش. اه. ف a lot of things will change بالارتفيشال مم. انتليجنس. وده هيخلق، في ناس بتبقى فاكره ان هو لا والله احنا في ناس كتير هتخسر المجالات بتاعتها، بس اكشولي هو في مجالات جديده هتحصل، اه. زي المطربوش اتلغى وبقى في حاجات كتير. وبقى في حاجة تانية. طب قلت لك لو واحد لسه متخرج من طب، او انا بعتبر متخرج دي بصراحة في مرحلة النيابة وانا نائب، المرحلة دي في حياتكم دي مرحلة بتبقى فارقة. انا بحسها زي الجيش كده، هي دي اللي بيقضي النيابة بتاعته بتميز. يعني اللي بيقضي فترة النيابة وبيشتغل بجد وبيعدي على كل تخصص يديله من قلبه بجد، ده بيبقى مميز جدا. صح. بعد كده غير اللي انا هخلص النيابة بتاعتي عشان ابقى خلصت واتخرجت. واي ثينك اللي بيشتغل برضو كويس في الفترة دي هو اللي بيقدر يحدد فعلا هو لقى نفسه في ايه، وبيعرف يلاقي نفسه صح ويتميز بقى في الحتة دي. يعني بصي انا هاخد من كلامك، بس كنت عايز ان في بوينت احنا كلنا نسيناها، وهي الامتياز. الامتياز دي بتبقى بالنسبه لاي حد، بص دي سنه انا هقضيها بالطول والعرض ومش هعمل اي حاجه وبتاع. انا كان دلوقتي شايف ان الامتياز دي من السنين اللي انت ليك opportunity كبيره جدا انك تعمل ويندو شوبينج، ان انا ايه اروح اعدي كده على التخصصات كلها، ابدا اشوف الحاجه اللي انا ميالها هي شكلها عامله ازاي، اخش القسم ده ابدا اتفرج فيه، ابدا اشوف الدكاتره عايزين ازاي، طب حياتهم عامله ازاي، بيروحوا فين بيجوا منين. ففتره الامتياز مش عايز ان الناس تاخدها ان هي فتره عاديه وخلاص، صح. او فتره يعني منها. سوري بيتقال عليها ان هي ديرتي وورك واروح اعمل حاجات صغيره كده، لان الفتره دي هي دي الفتره اللي خلتني اخد كارديولوجي اصلا. فعلا ان انا ما كنتش عارف انا رايح فين، فبدات اخش القسم واتفرج اشوف، وساعتها يا نور بتبقى قدامك كل الاعمار اكنك في تايم ماشين بالظبط. ازاي شايف الجونيور فتره النيابه اللي حضرتك بتقولي عليها لحد الدكتور البروفيسور اللي بقاله 30 سنه شغال نفس الشغلانه دي، واعرف بقى استدي الناس دي كلها قدامي واشوف حياتهم عامله ازاي، عيشتهم عامله ازاي، وانا انهي حته شبهي واعرف اتميز فيها، ينفع اخد المجال ده ولا لا، هل ينفع الاوبورتيونيتي دي كويسه ولا لا. وايه حضرتك بتقعد مثلا شهرين في القسم ده انت هتدرسه واحد ما عجبكش، الشهرين اللي بعديه تخش حته ثانيه قسم تاني، والشهرين اللي بعديه بتخش حته ثانيه. انا حاسه مثلا، انا بصراحه متخيله لو انا مثلا في قضيت الفتره دي انا هعرف انا بحب ايه او هلاقي نفسي في ايه. عدوا هوا الشهرين، عدوا هوا، وكان نفسي اقعد اكتر طبعا. وفي شهرين تانيين في تخصص تاني نسا مثلا وانت قلب لا مش قادر انا بعد صح. الايام صح كده اللي هو 100% صح. الواحد لما بيحب حاجه عايز يتعلم ويعرف، فهتلاقي ان وانتوا كل الناس الا بقى لو قابلت حد معين وكان في بقى شلل وبتاع واتبسطتوا في الفتره دي، فساعتها بتعدي هوا برضه لان برضه بتبقى تغييرات. بس اكشولي انت بتقولي برضه حاجه مهمه قوي نور. يعني ايه من ضمن الحاجات الناس بتسمعنا برضه، من ضمن الحاجات اللي انا لازم احطها في اعتباري وانا بختار التخصص بتاعي حياتي. هل انا واحد زي ما انت قلتي مثلا بحب يبقى معايا شله، مش هختاره عشان صحابي وكده يعني برضو دي، يعني انا بحب مثلا خروجات، بحب يبقى عندي حياه اروح واتفسح وكده والكلام ده تجميل كله يعني فاهماني. ممكن اخد مثلا حاجه زي جلديه طبعا كل جلدية. حاجه محتاجه طبعاً. شغل ومجهود، بس بتفرق ان انا مثلا وانت عارفه طبعا يجي لي تليفون انا بحب اشتغل بايدي وبحب الاكشن بالظبط، بحب مش عارف ايه فدي بتفرق. فعلشان كده خد سنه الامتياز انك بجد ابدا اختار، اعرف انت عايز ايه، بص نفسك في مرايه. والطب كله يا نور هيتلخص في حاجتين، سماعه ومشرط بس كده. هل انا بحب اكتر حاجات بايدي، بحب اقعد في الطوارئ اقعد اخيط لو حد جايب جرح، ولا انا عاجبني الميستري اوف ا ديزيز، انا لازم ادور ازاي اشخص العلاج بالدواء ده حاجه فظيعه وكده. وبين الاثنين بقى في التدخلات زي القسطره زي المناظير زي التفتيت الحاجات دي كده. فاعرف انت بتحب فين في الحته دي. سنه الامتياز مهمه. طيب انا عرفت وتخصصت، ازاي اتميز، ازاي انجح في التخصص اللي انا لقيت نفسي فيه؟
يعني اولا اتس يعني ان اونر انك تسالني السؤال ده يعني. انا هقول لك انا ممكن اكون عملت ايه، او انا صرفت ازاي يعني، او ايه اللي خلاني ممكن ابقى من الناس اللي بيتبصوا لهم ان هم ناجحين مثلا. انه انا على طول كنت بدور على المعرفه، على طول بدور على لا انا عايز اتعلم اكتر. فانا مثلا ماجستير دكتوراه اسرع يعني صعبه جدا، بس كان لازم اعملها وبسرعه ومش استنى يعني ومش هاجل الخطوات. مش هاجل الخطوات. وده الاوبورتيونيتي كوست اللي هي ما انا في حاجات ما عملتهاش، والليرنينج كيرف بتاعي لسه عالي بالزبط. وانا الليرنينج ابيليتي عندي استعداد اتعلم بسرعه، هتعلم وهخلص عشان بالزبط. لسه البدايه. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها ان هو ازاي انجح، اولا ابدا كل يوم ما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك. صح. هل انت بتتطور؟ هل انت بتزيد ولا ما بتزيدش؟ هل انت طنشت خلاص وبقت اللي انت اتعلمته شغال بيه وخلاص كده؟ وانس ان انت حسيت ان انت وصلت يعني للثبات، فتعرف انت بقى ايه كيرف ينزل تحت. فانت على طول ابدا اقرا perseverance، ان انت يبقى عندك مثابره، انت عارف انت عايز ايه، كمل فيه، دوس عليه اكتر 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 لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمك. عديت بمرحله الاحباط اللي بتيجي اللي هي بتاعت لا هو انا مش ده اللي انا كنت متفق عليه خالص. انا راجل دكتور، انا امتى هبقى بقى الدكتور راح والدكتور جه والحالات المرحله دي بحس بتعمل لكم ايرور كده يعني اللي هو انا هقول لك بص بجد، انا يعني يا ريت يكون في شباب كتير سامعيننا، لان دي كانت مرحله يعني الحاجه اللي انت راحت منوره على طول في دماغي دلوقتي. احنا مش مظبطين قوي مع بعض، بس كانت مرحله ان انت طب 7 سنين وماكسيمم هندسه 5 سنين، في سنتين فرق. انت حضرتك بتدرس، انت حضرتك في امتياز، مرتبك يعني مش عارفين نقول كام دلوقتي بلاش، بس تلاقيت صحابي في حته تانية، سافروا في حته تانية خالص وخروجات وبتاع، وانا ما فيش خالص. انا ما هو ايه اتش انت ايه ما فيش، ولا اجي اخرج بعد وبتاع، فما ما فيش، ما معيش خالص، ما فيش. ايوه. وبعدين طب خلاص خلصت الماجستير بقى يعني، ودي بقى كان فيها احباطات كتير طبعا. كده عملت اللي عليا بقى، ما فيش برضه يعني لسه مش اللي هو لفي بينا يا دنيا بقى. ما فيش وبعد كده يعني الموضوع بيفضل مكمل لغايه الدكتوراه. وبعد كده ربنا بيكرم يعني الحمد لله. بس يعني طول الوقت هو في احباطات يا جماعه، ما حدش يفتكر ان الطب سهل. وطبعا ما فيش حاجات كتير سهله، بس انت بيبقى عندك كميه حاجات انت محتاج تعملها في نفس الوقت. يعني محتاج تذاكر، تعمل ماجستير، وتشتغل، وتبني مهاراتك لان فيها مهارات. ايوه صح. وتبني معلوماتك وشخصيتك نفسها، وتبقى مستوعب الرساله اللي انت في الاخر يعني الموضوع هي مش شغلانه بتاعت مكسب سريع ولا بالزبط. حاجه سريعه ولا اي حاجه سريعه، بس هي تحس ان انت ايه زي بتحوش كده، وفي الاخر لا كل ده اللي هو هارد وورك بقى. هارد وورك بيز يعني حاجه من الحاجات اللي احنا متهيألي ممكن نتكلم عليها ان هي set your expectations. اللي انت بتقوليه يا نور تكون حاجات منطقيه كمان. يعني انت تفتكر ان انت هتوصل ان انت تبقى دكتور مشهور وعندك شغل كتير وكده في 3 سنين وانت لسه لا لازم، فلازم تتعب، لازم تتعلم وتبقى هادي ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتوصل في الاخر. طول ما انت ماشي على ان انت تحسن من نفسك، مراعي حياه العيان، مش بتيجي في اي حته ده بيستأمنك عليها، وفي الاخر ربنا يكرمك. واي ثينك برضو صحح لي لازم اسعى، لازم انا ما اتكسفش كمان. حته السعي ده لازم ما فيهاش كسوف ان انا اروح لاساتذه كبار ان هو انا عايز بس اشتغل معاك، انا بس عايز اكون بشوفك، انا عايز اكون بتعلم. احكي لنا عن الحته دي، واحكي لنا قد ايه برضو الاساتذه بقوا مختلفين. في حد تلاقيه بقى سبورتيف قوي يديك كل المعلومات، وفي حد هو في الاخر قافل على التيم بتاعه. يعني هقول لك على حاجه، اولا انا من مجدي فاونديشن، يعني انا بقالي 10 سنين في مدرسه ورئيس الاسم بتاعنا هو احمد الجندي، وهو ليه فضل عليا قوي في حاجات كتير يعني. وانا الايدي البيضاء اللي الناس حواليا كتير جدا. الناس كميه الناس اللي ساعدتني كتير جدا. واكيد الناس هتبقى فاهمه ان في ناس كتير قوي ما ساعدتنيش وتخلت عني. نصيحه، ركز مع اللي ساعدتك عشان ما تضايقش. انت بتحس ان انت دلوقتي انت ممتن للناس هم السبب لان انت دلوقتي في مجالك بقيت دكتور هشام بهاء بتاع دلوقتي؟
يعني انا لسه كنت بتكلم ان هو انا مش حاسس برضو ان انا دكتور هشام بهاء لا بس برضو يعني ازاي؟ حاسس ان لا هو ازاي I'm trying my best. ودي وصلت في حاجه، سن صغير لحاجة لطيفة جدا؟ يعني دي حاجه من الحاجات اللي انا كنت عايز اقولها، ان اه. هو مش معنى ان انا بقول لك حسن من نفسك كل يوم ان انت ما مم. تبقاش ممتن او مم. راضي عن اللي انت مم. وصلت له. مم. الحاجه اللي احنا كنا برضو انت سالتيني عليها البروفيسورز، اه. مش كل الناس زي بعض، احنا مش كلنا صح. زي بعض، وانت مش هتعرف مين زي مين او مين مختلف عن حد غير ما تسال. اه. انا ياسر صادق مم. من الناس اللي انا شفتهم من زمان جدا بيشتغل وازاي بيساعد ناس تانيين وازاي ناس تانيين بيتساعدوا، وفي ناس ما ساعدوش وفي ناس جت عليه وناس ما جاتش عليه. وممتن لده فده وممتن لده. علمني مم. انه اللي يساعدني انا هساعده بعد كده، صح. واللي ما ساعدنيش هقول ربنا يسهلك. خلاص. بس انت طول ما انت مكمل في الطريق هتلاقي اللي يساعدك صح. طول ما انت 100%، بتسعى. واللي بيساعدك ده مم. بيحملك حاجه مهمه قوي، مم. انك تساعد غيرك. صح. ايوه هي فعلا دي احلى حاجه. انت عارفه ان دي ياسر قالها لي، فانا قبل كده دايما كنت بقعد اقول له انه حتى لو في الاوقات اللي بيروح فيها مستشفيات الحكوميه وبيقضي ايام كتيره واقول له انت يقول لي انا مش بس بعالج حالات، وانا بساعد دكاتره يتعلموا من الحالات دي، ودايما بوصيهم انه اهم حاجه يعلموا غيرهم، لان ده صح. اساس مهنتكم. بحس ان ده واحد من اعمده النجاح في مهنتكم. فلو جينا على اعمده النجاح في مهنه الطب، لو تيجي تقولها لي كده في نقط، ايه الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده عند اي حد في المهنه دي عشان يقدر يبقى في يوم من الايام دكتور ناجح بجد؟ يعني انا هقول لك اللي انا شايفها يعني من وجهه نظري. اه. يعني واحد، المعرفه. اه. دور على المعرفه، اه. ما تدورش على الكسب السريع، اه. دور على المعرفه، قوي معرفتك، ابني نفسك صح. مم. زي ما انت قلتي فتره النيابه مهمه جدا جدا مم. جدا، ابني اساسك صح، مم. وابدا حته حته، زود كل شويه حته صغيره. طريق طويل، ولو انت بنيته بسرعه هتقع بسرعه. مم. حته حته. يبقى المعرفه. فاول حاجه المعرفه. تاني حاجه اختار بعد ما يبقى معاك معرفه، اختار حاجه انت بتحبها، مم. لانك مش هتستحمل الهاردشيبس بتاعتها غير لو انت بتحبها. لو انت بتحبها وعايز تكبر فيها غير لو انت بتحبها. غير كده صدقني اي حد في الناس، مش انا مش بقولك طب ومش بقولك مجال، اي حد في اي حاجه عمرك ما هتستحمل حاجه انت ما بتحبهاش. صح. هتاخد على طول another option. الحاجه الثالثه المثابره. يعني مكمل مفيش وهوصل ان شاء الله. هيبقى له اي حاجه غير المثابره. حضرتك انت لو جيتي من اول مره بداتي فيها، احنا مع بعض صح؟ احنا عارفين بعض من زمان. أيوة. لو بداتي يا نور من اول مره حصل فيها مشكله قلتي لا انا مش هكمل، ما كنتش هوصل لاي حاجه. احنا فين؟ وكنت هضيع التعب اللي انا تعبته. رابع حاجه، ودي متهيألي اهم حاجه تحصل، حط مصلحه العين الاول. معلش. ربنا يكرمك. ده تقيله. ربنا يكرمك. تقيله. وربنا يجعلنا كلنا يعني نتقي الله ان شاء الله. طبعا. طيب ازاي مهنتك اثرت على حياتك الاجتماعيه؟ السؤال ده يعني مش عارف اقول لك ايه السؤال. تحسي اول ما بتساله لاي دكتور كريتيكال كريتيكال يعني شغله في الكريتيكال كير تلاقيه شريط بيعدي. مش عارف اقول لك ايه. انا ليها الجنه طبعا. ايوه. يعني كل مراتات الدكاتره ومراتات الضباط ومراتات اي حد. انا فاكر برضو لما بابايا كان جاي يعني من اخته والاول كده، فلقيته راح بيتكلم مع حمايه، فبيقول له قدام يعني بيكلم مراتي، فبيقول له انا عايز اقول لك على حاجه، بس هو انت مش هتشوفيه حضرتك جاي تهديد اللي هو ضابط امن دوله. ضابط امن لا انت مش هتشوفيه يعني، وانا ما بشوفوش وهو ما بيجيش البيت. ايه ده ايه ده ايه ده لا واحده كده يعني. فاولا ان انت تبقي يعني من مراتي تبقى عندها الاحساس ان هي انت مش موجود تقريبا، دي حاجه مش كويسه. الحاجه الثانيه ان لقيت ابني قلت بقى خلاص اجازه العيد وكده فبقول له ايه ده انت كبرت انا ما لحقتش. قال لي فعلا ما لحقتش، انا كبرت انت على طول مسافر وانت فعلا ما لحقتش. ايه ده فاهماني؟ فلا هو طبعا الحكايه دي بتاثر طبعا. بس في حاجه مهمه قوي معلش نقولها برضو، انه البالانس، الورك لايف بالانس طبعا بيتغير من كل فيز فترة. لفيز. صح. فدلوقتي بعد ما انا خلصت حاجات معينه انا اعرف اوفر وقت لاولادي. فلازم اكون عارف قبل كده انا محتاج ابقى انا موجود الاول ككيان علشان اعرف يبقى حواليا عيله.
لو انت ما بنيتش نفسك في الاول الكيان ده واستحملت اللي بيحصل مم. مع ان هو صعب عليك، مم. استحمله مم. علشان في الاخر يبقى في كيان تعرف الناس حواليك. ده رايي يعني. طب لو انت قلت رايك ايه بقى لك يا نور؟ انه انا رايي كده برضو، بص انا هقول لك على حاجه، انا مقتنعه انه اصلا عموما في الحياه، يعني مثلا لما بنيجي فانا هقول نتكلم لك رايك عشان عارف انت يعني في حته الفلوس مثلا، اوكي. ما حدش فينا عايز يبقى فاينانشالي يوصل للفاينانشال فريدم وفاينانشال ستابيليتي طول الوقت وكده. بس انا مقتنعه بحاجه، انه لو انت هدفك الاساسي كان الفلوس مش توصل لاي حاجه، لانه لو انت عملت حاجه بكواليتي كويسه وعملت حاجه صح وقدمت حاجه على اللونج تيرم تنفعك وتنفع غيرك وعملتها بحب، هي بعد كده الفلوس هي اللي هتجري وراك صح. وهي اللي هتجيلك وانت مكان. 100%. لكن انا لو بعمل حاجه علشان بس هيت اند ران وهي فلوس وخلاص، في حاجه بتحصل غلط. فانا مقتنعه ان كل مرحله فعلا انا مثلا شايفه انه في وقت معين لا انا كنت غصب عني جيت على دانيا وتاليا مثلا وهم صغيرين، لكن في مرحله معينه انا حسيت ان لا ثانيه واحده، انا دلوقتي في المرحله دي انا اقدر اتنازل عن التدريس برافو في عليك. الجامعه واكمل في البيزنس الخاص بتاعي واديهم هم وقت الوقت. اكتر. لكن صح. انا زمان ما كنتش اقدر اعمل كده. فعشان كده بنقول انه الورك لايف بالانس بيتغير، اه طبعا. بس لازم تعرف امتى التوقيت توقيت، لان مهم. عشان مهم. كده هسألك بقى، هل في وقت معين اضطريت ان انت تضحي بحاجة علشان تقدر تحقق النجاح ده في شغلك؟ حاجه يا نور. حاجات صح؟ حاجه، لا حاجات كتير قوي يعني. حاجات وسفريات لا كتير كتير وخروجات كتير كتير يعني كتير واحلام. كتير، واعياد ميلادات بتاعه الاولاد اه ومناسبات وناس تتوفى يعني بقول لك انا كنت شغال في اسوان. اه اسوان دي لوحدها سفر. ايوه هي سفر ما حدش يفكر ان يا جماعه الموضوع ده ساعه لا 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 ما خالص. مطار في الاخر وملهاش حل سفر. تاني. وانا يعني انا يعني ولاده مراتي الاولانيه يونس. اه انا كنت لسه واصل اسوان. قرر يشرف. طب فرحت حضرتك انا لسه ما راجع انا كنت تاني. معاك. ما فيش عارف. فلا along the way ما فيش حد يا جماعه، دي اللي احنا كنا بنقول عليها opportunity cost. ما فيش حد يا جماعه ناجح صح لم يتخلى عن اشياء عزيزه جدا. وده انا شايفه اختبار ليك قد ايه انت عايز الحاجه دي، قد ايه متمسك بيها، قد ايه متمسك بيها، انك تسيب حاجه انت عايزها مقابل الحاجه دي. المثابره بتاعتك هتمسك فيها قد ايه، ماسك قد ايه، قوي قد ايه. طب قبل كده صادفت طالب كلية طب وشفت فيه احباط كده في عينيه، اللي هو انا ندمان انا دخلت الكلية دي؟ اكيد. طب بتقول له ايه الرسالة اللي تقدمها لحد لقى نفسه في كلية طب؟ طيب خلينا نقول زي ما بنقول ان هو فجأة تحس ان هو لقى نفسه، هو دخلها عشان يرضي حد. ما انا فاهم. يعني خليني اقول لك على كذا حاجه. اولا عمر ما يكون نهايه المطاف انك دخلت كليه طب. يا ما شفنا ناس غيروا الكارير خالص. عادي جدا. وبالعكس من دلوقتي في كميه حاجات جديده حصلت احنا ما كناش شفناها قبل كده، ما كناش نعرف نعملها. ايوه صح. زي فور اكزامبل في كام دكتور دلوقتي شغال في الماركتينج بتاع الدكاتره اللي شغالين. صح. هو فنان. هو بيحب الشغل، عنده ايماجينيشن، عنده حاجات. بالعكس هو عنده الميديكال باك جراوند، وهو كهيلث كير بروفيشنال عارف، هو كهيلث كير بروفيشنال عنده فاهم قوي في الحته الميديكال، وبعد كده درس ماركتنج فبقى جوكر بقى في الحته الناس دي. كلها بقى جو تو بيرسون. انا لو عايز حد يعمل لي ماركتنج ديت يعني شوف مين الدكاتره اللي كان. فعلشان كده بقول لهم من المطبخ زي ما بيقولوا. بقول له اولا زي ما قلنا نفس الستبس بالظبط. شوف انت لاقي نفسك فين، بص نفسك في مرايه كويس، قيم نفسك، شوف انت بتحب ايه. واتس نيفر تو ليت. ياما 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 ناس ودلوقتي بقت الاوبشنز قد كده. وفي ناس بتلاقي نفسها في التدريس اصلا. ايوه اصلا هو وبيبقى بايونير، كمل في ده وبيبقى بايونير احسن من اي دكتور بيعالج. يعني فمش عايز الناس تبص على المجموع والكلام ده كله. انا دخلته غصب عني وبتاع ومش عارف لسه بدري. there is a lot of انت يعني ما عملتش اي حاجه لسه. a lot of chances. keep it open. دلوقتي احنا عندنا زي ما بنتكلم على artificial intelligence والكمبيوتر ساينس والبروجرامز، في حاجات كتيره جدا ممكن تعلمها وبقت open source online. يعني احنا في عصر التعلم. صح. وسهل قوي تتعلم. وسهل قوي ده يعني ايفن حتى بص احنا مش احنا في الاستوديو عندك اهو اللايتنج سيستم ازاي يتعمل، الكاميرات، الصوت، صح. كل الحاجات دي انت ممكن تعرف تعملها من كذا حاجه وتبقى بايونير فيها كذا طريقه. صح. انت عارف هقول لك على حاجه بمناسبه موضوع الكارير ده، لانك قلت دكتور وماركتينج وبتاع.
انا في مرحله معينه من حياتي اكتشفت ان انا ايه ده، انا اصلا كنت عايزه ادخل صيدله دي اصلا. يعني انا بس كنت جايبه 99% وهي صيدله عين شمس كانت من 97 وحاجه، وهي كانت اعلى حاجه، فدخلتها. بعدين اي figured out انه ايه ده، انا اصلا كان نفسي ادخل اعلام. مم. النهارده وانا قاعده معاك انا حاسه ان انا عمري ما كنت هقدر احاور دكتور غير لو انا كنت دخلت الكليه medical دي background صح. واشتغلت جوه مستشفيات وعندي الميديكال باك جراوند وعندي الفهمه الميديكال تيرمز دي، خلتني لا، ما انا عملت الموضوع بطريقه مختلفه. فهي مش بس الفكره. ده، كمان بيبوزيشن يو يا نور يس. in a different league. هو كام حد يعرف يحاور دكتور في الإعلام اه بالطريقة وكاميرا فريندلي وخلاص، انا بقيت الكاميرا دي بالنسبه لي ها مش موجوده هي أنا اصلا. لسه ما عندي ايوه لا خلاص، ما هي بص هي كل حاجه خبره وكل حاجه ممارسه. وبعدين فعلا فاكتور مهم جدا ان انت تبقى حابب اللي انت بتعمله. عشان كده بقى عايزه اروح لك الحته بقى، نفسي الدكاتره الطلبه الصغيرين، يعني يمكن الحلقه دي مينلي انا عاملاها طبعا. للناس اللي هي عايزه تفكر قدام. الشغلانات التانية اللي هي بتبقى الفرصة فيها عظيمة، أنا بعتبرها عظيمة للهيلث كير بروفيشنال، زي مثلا هوسبيتال مانجمنت، زي الكواليتي كنترول. ايه تاني حاجات عايزاك لو قلنا في نقط كده؟ أنا خريج كلية طب، ايه الفرص اللي أنا هكون جوكر فيها أكتر من أي حد تاني؟ فلازم يعني بص، أهت انا عليها. مش عندي طبعا ليست في دماغي للحاجات ايه دي، بس الحاجات هو مثلا؟ يعني عايز اقول لك حاجه. انا من الحاجات اللي انا اشتغلتها اه قبل ما ابقى دكتور تريننج. تريننج. كنت بعمل البيزك لايف سبورت والادفانس كارديوفاسكولار لايف سبورت، ان ازاي الناس تلحق السي بي ار والفيرست ايد والكلام ده كله. فدي كان حاجه كبيره جدا، واحد ما كانش اصلا عارف ان هي موجوده، عارف عنها صح اصلا صح. يعني. الحاجه التانية ودي اللي هي مهمه قوي، ان زي ما انت بتقولي الكواليتي. كل حاجه دلوقتي بقت كواليتي. السيستمز، ان انت يبقى تعرف ازاي تعمل سيستم لمستشفيات، لمستشفى لمجموعه عيادات. مجموعه عيادات، ازاي تكونكت مع بعض، ازاي يبقى عندك، ازاي تعمل ترانسفورميشن للنظام الورقي اللي في العيادات اللي احنا ماشيين ايوه بيه للنظام الديجيتال، ويبقى سكيور وسيف وكل تخيل بقى الحاجات دي. دكتور وياخد ميجر تانية، الدبل ميجر. انا بعشق فكره الدبل ميجر. ودي برضو حاجه مهمه يعني احنا بنتكلم فيها، انه من ضمن الحاجات اللي هتساعدك بعد كده في الطب انك ما تبقاش معتمد على سورس واحد بس الفلوس. صح. فلو انت عندك اتعلمت سكيل تاني، زي احنا عندنا في حد يعني مهم قوي يعني في اسوان اسمه دكتور حاتم حسني، اتعلم بروجرامينج، وده كونسلتنت جراحه قلب. ايوه خلاص. ف ولا يا بقى انا يعني بقى انا بقى وعايز يعمل أقولك MBA برضو مثلا. وبتاثر كمان عندك في البرزنتيشن سكيلز والحاجات دي كلها ومحاضراتك. يعني الطب يا جماعه عباره عن يعني مجال كبير جدا، ايوه متشعب لحاجات كتيره جدا، مليان opportunities. just دور على المعرفه. دور always search on طول الوقت. طول الوقت. طب قولي لو انت ما كنتش دكتور هشام دكتور القلب دلوقتي، كنت هتبقى ايه؟ بزنس مان. تحب البيزنس انت؟ ما عملتش MBA ليه طيب؟ لو عندك وقت هتعملها، عارفاك صح؟ يعني مش عايزين نحرق الموضوع ده. بدأت دي منافسة قوية جدا. دي منافسة قوية يعني جدا. بص اقول لك حاجه، انا بزنس يعني انا كنت برافو من عليك. وانا صغير كده بحب قوي الحساب وكده، كنت شاطر قوي في ماث والفيزيكس والحاجات كنت بحبها يعني. اكتر حاجة بحبها وانا بابايا بزنس مان، فانت احنا كنا بنبص لابهاتنا يعني ان ايوه هي طبعا. فكانت عاجبني بقى الحاجات دي قوي. وبعد كده كنت عايز ان انا وانا في 16 سنه كنت ثانوي عام ستوك ماركت، انا هخش البورصه. وبابايا يقول لي يا ابني بورصه انت هتخشها بس كمية جلطات قلب حصلت بسبب البورصة. انا ستوك ماركت خلاص وبتاع. الحاجه اللي انا عايز اقولها انه حاجه مهمه قوي يبقى عندك مالتيبل سورسز للانكم بتاعك. حاجه مهمه قوي. احنا كدكاتره بيبقى عندنا لاك في الفاينانشال نوليدج. فحاول هتفيدك في اداره حياتك، اداره عيادتك. لو في مشاريع وللاسف ما انت ممكن تخش بتدرسش فيها في الكليه دي. وبعد كده لو انت عايز تساهم في مستشفيات او اي حاجه من الحاجات دي لازم تبقى فاهم شويه فاينانسز. فحاول تثقف نفسك في الموضوع ده، اكيد هيعود عليك بالمنفعه بعد كده، هيفرق معاك في شغلك جدا. طب لو قلت لك انه لو رجع بيك الزمن وهتغير حاجه واحده بس في حياتك، ايه هي الحاجه دي اللي انت تغيرها؟ هقولها لك، هي هتبقى حاجه قويه قوي الصراحه. ايه؟ وقتي مع الاولاد، يعني مع العيله يعني. حاسس انه جري. انا مش يعني انا مره واحده كده لقيت ابني كبر وبيقول لي انت ما بتقعدش معايا
فهو ايه ده فعلا صح عندك حق. فاي ويل الوكيت وقت معين فور كواليتي تايم، مش محتاج ابقى معاه 24 ساعه، بس الوقت اللي انا هبقى معاه فيه هيبقى امباكتفul، هيبقى وقت هو هيفتكره كواليتي تايم، اللي هو لان هم على فكره كمان هم بيتاثروا اكتر. يعني ما انت ممكن تقعد تكلموا في التليفون بس هم ما بيتاثروش بالكلام قد الافعال. بالظبط. بشوفك وانت بتصلي، بشوفك وانت بتذاكر، بشوفك وانت بتتصرف بطريقه معينه، وهم ديفنتلي بقوا اذكى بكتير ما احنا متخيلين على فكره. خلاص احنا في عصر دلوقتي يعني هو الولد بيطلع منه كلام غريب يعني، فاهم؟ هو يعني مش استحاله انا كنت اقوله من عندي 7 سنين. لو قلت لك بالنسبه لك اصل لقب دكتور وكلمه دكتور دي، انا بالنسبه لي بصراحه لا هي كلمه كبيره قوي 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 قوي، وللاسف طبعا احنا في مجتمعنا في فكره لا ده دكتور، ده دكتور ده يعني هو يعني اخلاق، يعني ما ينفعش يغلط يعني. ودي طبعا انا برفضها تماما. هي الفكره في انه الانسان هو بيشتغل ايه وات ايفر، هو بيشتغل ايه وبقى ايه عموما. عشان كده انا قلت لك مثلا انا رافضه فكره كليه قمه. يعني انا بالنسبه لي، واحنا عملنا حلقه وانا شايفاها من الحلقات المميزه جدا، وقول لي رايك، مع دكتوراه في كليه تمريض. اوكي. هو دخل كليه تمريض، حلو قوي، عمل ماسترز، عمل دكتوراه، حاجه ملهمه جدا. هل كليه تمريض مصنفه كليه قمه؟ لا، بس انا شايفه انه المنظومه الطبيه كلها من غيره تفشل 100%. ومن ممرض كمان ناجح زي ده. يا 100%. لانه خلي بالك ان ايفن حتى دلوقتي من ضمن الحاجات اللي بقت سهل ان هي تسافر جدا هي التمريض. فده يقول لك قد ايه اتس فيري امبورتنت، مهم يعني جدا 100%. ده بيقول لك تعالى اسفرك في بلاد كتيره جدا وتاخد الجنسيه. ما بيقولوش الدكاتره، للتمريض اسفرك وتاخد الجنسيه بتاع، لان اتس فيري كروشال. وعايز اقول لك برضو، معلش انا اسف انا عارف ان انا برجع، لا بالعكس، بس مجدي او فاونديشن لا هو انا عرفت تمريض ازاي على كده من هناك. انه وطبعا في ناس كتيره جدا تمريض كتير جدا شاطرين كتير جدا في مؤسسات كتيره جدا بصراحه، بس انا بتكلم على الحاجه اللي انا عشتها. ايوه، دول ناس متعلمين كليات، انا بقول لك دارسين بيعرفوا عملنا كل حاجة. حلقه انا كنت حاسه مع دكتور محمود من مستشفيات اندلسيه، انا كنت حاسه ان انا قاعده مع حد دكتور كريتيكال كير وطوارئ، دكتور حاجات كتير قوي، دكتور يعني مش معقول العلم واللي هو والمعرفه مش طبيعيه اللي هو في الاخر يعني هو اشتغل على نفسه وفي الاخر بقى متميز جدا. احنا بقول لك انا كنت هتجنن واعمل الحلقه دي. انا بقول لك هي في الاخر النور هو at the end of the day بيلرز بتاعت النجاح، اعمده النجاح هي مش بتاعت الكليه، مش بتاعت كارديولوجي، مش بتاعت قلب، مش بتاعت طب. هي دي اعمده النجاح عامه. صح. هتلاقي البيزنس مان الشاطر هو كده، التمريض الشاطر هو كده، المهندس الشاطر هو كده. صح. طب لو قلت لك في صفه واحده، الصفه دي بالنسبه لك لا ما ينفعش طالما هي مش موجوده يبقى ده يتقال عليه دكتور، هو كده مش دكتور. الصفه دي لازم تكون موجوده في الشخص عشان يتقال عليه دكتور طبيب. بص مش عايز ابقى كليشيه قوي، بس انا شايف ان هو واحده لا هو لازم يكون حاسس بالعين. يعني لازم، اصل انت ده انسان، انت بتعالج حاسس بالعين، ده انسان لازم يعني تبقى انت يعني حاسس بالعيان. انت عايز فعلا، انا مثلا لما بعالج حد انا بفرح جدا لما يخف. يعني انا بفرح لما بيخف. وبقى اللي ما بتحصلش ان هما تبدا ناس تكلمك تقول لك احنا بقينا كويسين. يعني انت عامه تليفوناتنا دي بتاعت الدكاتره انا تعبان، يعني أيوة. تلاقي التليفون جالك انا تعبان، فبفرح جدا لما الاقي ان مثلا حد بيعيد عليا وبقى هو برضه على التليفون عشان الحقه. ايه لا انا على فكره بعيد على حضرتك بس وانا كويس والحمد لله، مفيش حاجه تانية. فانا شايف ان هو يعني it sounds cliché شويه و sounds يعني dreamy. لا بس هي انا بالنسبه لي مهمه. مفيش دكتور يعني ما ينفعش يبقى دكتور ومش حاسس بعينه. مش انسان. هي انا بحس ان مهنه الطبيب دي هو لازم يكون انسان او يشتغل على انسانيته كمان بالزبط. ويطورها، لانه انت النهارده في الحته دي العكس هيحصل في اي وقت. صح. انت اللي هتروح وهتبقى انت اللي قدام الدكتور او حد من اهلك او فلو انا ما عملتش كده الموضوع صعب قوي. طب لو قلت لك انه ايه اكتر نقطه ضعف في شخصيتك بتأثر على مهنتك او على شغلك؟ اكتر نقطه ضعف في شخصيتي او نقطه ضعف عندك بتغير مسار حياتك. مش بعرفش اتكلم في فلوس. بتتكسف تتكلم في فلوس. انا كده
بس محلولة. تيم هو اللي يتكلم في الفلوس. ممكن انا بصراحه، انا عن نفسي بصراحه ما لقيت لهاش حل غير كده. يعني انا بتكسف. يعني ما بعرفش مم. يعني بيبقى مش بقى يعني مم. لسه ما بقاش مم. عندي المهارة دي، طبعا. بحيث ان انا اقول حاجة انا شايف ان هي ريزونبل، اه في نفس الوقت مش ضاغط على قدامي. اه لانه في الظروف اللي احنا فيها دي صح، الموضوع ده لازم صعب نحس جدا، ببعض قوي. صعب للدكتور وصعب مم. للمريض وصعب صح يعني الموضوع بقى صح محرج شويه. صح. ف بيبقى انت مش فاهمه انا يعني انا تقييمي، لان انت ما عندكيش ماتريك سيستم برضه، ما فيش مم. حاجه تقول فيش تسعيره للدكتور، صح ايوه طبعا. فبتبقى حاجه محرجه بالنسبه لي شويه في الشغل بتاعي يعني. طب لو قلت لك مين، قول لي شخص انت حاسس ان الشخص ده يعني حول حياتك الشخصيه، يعني اثر جدا في حياتك والدي الشخصيه. الله يرحمه باباك. 100%. مم. والدي الله يرحمه لو ما كانش مأمن لي حياتي بطريقه لو ما كانش اختارني عن نفسه، اه انا ما كنتش هبقى قاعد معاكي، ما كنتش هتعرف تعمل. ما كنتش هعرف اخد اختياراتي. فهمت قصدك. انا اخترت ان انا اتعلم كل مره علشان والدي الله يرحمه كان مأمن لي، عامل لك في ظهرك. كان في ظهري. طب لو قلت لك شخص واحد هو اكتر شخص اثر على حياتك العمليه. لا ده صعب قوي، ده في ناس كتير جدا انا يعني. عارفه بس انا لو قلت لك اكتر شخص خلاك تتخصص حاجه معينه، استثمر في تعليق يعني. هقول لك على حاجه، في شخص تكبد عناء انه يخليني دكتور قلب. انا كنت رايح في حته تانيه خالص، كنت هبقى رايح دكتور جهاز هضمي، فراح معايا عند واحد من الاساتذه الكبار يترجاه، وهو اصلا حد كبير قوي يعني، هو دكتور حسام منصور. وتوسم فيا ايه اصلا، هو لا يعرفني ولا اي حاجه، فاهمه؟ وجه معايا وراح وصمم ان انا، وراح قابل بابايا، حتى بابايا ما كانش مقتنع انه هشام هو عايز قلبه ونفسه في القلب وهو شاطر وكده، فلو سمحت ارضى ان هو يغير التخصص بتاعه كده. فده غير لي كاريري تماما، انا ما كنتش هبقى دكتور قلب اصلا. فطبعا فده حد يعني كده يعني. طيب ايه هو الدافع اللي بيخليك تقوم كل يوم من النوم ومكمل؟ يعني في اوقات كلنا بنبقى محبطين. الشخص اللي انا عايز اقول شكرا ليه لما كل ما تسالني على شخص أيوه. والدتي. لا هو ما فيش حاجه من الحاجات دي هتحصل غير والدتي. ايوه خليك مكمل طول الوقت. وامهاتنا يعني. ايه الدافع ليا؟ I want to be better. يعني عايز، خلي بالك ان انا كان زمان كان عندي مشكله ان انا معروف اللي هو ابن محمد بهاء، بهاء. فبابايا كان حد يعني كويس يعني، فحد يعني ذو اسم يعني. فانا كنت متضايق جدا، انا عايز ابقى هشام، عايز ابقى حد تاني، انا عايز ابقى هشام. ايوه عايز يعني انا عايز ابقى هشام. فدخلت برضو من ضمن الحاجات اللي خلتني اخش طب قوي ان انا هو ملوش دعوه بيا، انا في حاجه تانية بقى، انا في حاجه تانية خالص، وهعمل نفسي وهعمل اسمي في الحته دي. فدي حاجه من الحاجات ان انا I want to prove myself و provide for my family يعني. طب لو قلت لك ايه اصعب قرار خدته في مهنتك؟ في عمليه يعني كده؟ كان اصعب قرار ان في حد كان جاي لي علشان خاطر اعمل له زراعه قلب، زراعه صمام. وانا للاسف يعني كنت شايف ان هو لا هو مش هيستفيد، وان حالته متاخره، وان انت اللي بتقول له مفيش حاجه هتنفع، وانا بقول له مفيش حاجه هتنفع. صعب. وكان ان انا اقدر اعملها، بس انا كنت شايف انه هو يعني للاسف يعني ان حياته كانت هتبقى قصيره جدا ان هو يقدر انه يعملها. فده كان قرار صعب، انك تعرفي تعملي حاجه بس ما تعملهاش. طب قرار اخدته بس بعد كده ندمت قوي ان انت اخدته؟ لا قرار واحد. انا باخد قرارات كتير قوي. لا في حاجات كتير قوي طبعا. يعني انا مش فاكر في الطب حاجه دلوقتي اكتشولي يعني، بس في غير الطب كتير قوي. يعني زي ما قلت لك مثلا واحد. حاجه لا في البيزنس مثلا حاجات كتير خدتها كنت شايف ان هي فيها opportunity، اللي هو لا انا اتسرعت وبعد كده دخلت خسرت فلوس كتير. بس هو ده البيزنس على فكره، انك تاخد ريسك وان انت تتعلم. ده اللي عايز اقوله بقى، ان هو زي ما انا ندمت بس اتعلمت كتير قوي. اتعلمت ان انا ما اخدش قرارات بسرعه. ايوه. طب احنا لحد هنا واحنا خلصنا اسئله الهلسي، بس فاضل سؤال.
واحد ده اخر سؤال. انا خايف من السؤال لا من غير والله كروت ده. بالعكس ماشي. والله بالعكس خالص. هو بس ايه عايز، لان هي فرصه قولي. لو عندك فرصه ان انت تسالني سؤال واحد بس في الهيلثي بودكاست، هيكون ايه السؤال وانا هجاوب؟ شفت، انا عارفه ان انت لو محضر كان زمانك عامل لي لستة اسئله. انت حد ناجح يعني بحاول وناس كتير شايفاكي كده، بحاول. وحاجه من الحاجات المهمه ان احنا ان حضرتك ناجحه بتقديمك لحاجه ذات قيمه، مش حاجه من الحاجات اللي بتحصل وعندك اولاد. سؤالي، تنصحي اولادك بايه دلوقتي لما يقولوا لك مامي احنا عايزين نبقى زيك؟ تخيل نور اصلا دلوقتي كل شويه هي انا بشوف عينيها اللي هي عايزه انا تبقى زي. متاكد ان العينين دي موجوده في بيوت كتير قوي. حلو والله السؤال ده. هقول لك على حاجه، انا لو هنصح حد هنصحه بحاجات انا محدش نصحني بيها، والتجربه والظروف هي اللي حطتني فيها. زي انه مفيش نجاح سهل، والنجاح للاسف مش عايز، ما بحبش الكلمه دي قوي، او الاول ما كنتش بحبها، اللي هي مفيش نجاح ملوش ضريبه. في ضريبه للشهره، في ضريبه للنجاح، في ضريبه للتميز، والضريبه دي بتكون في اشكال كتيره قوي. لكن الحاجه اللي بتخليك طول الوقت قادر ان انت تتمسك باللي انت وصلت له واللي انت لسه عايز توصل له، ان لا انا مكمل، يعني مكمل، والتمن ده عارف يعني ايه، انا هعتبره طوبه هطلع فوقيها وهوصل فوقيها طول ما انا عارف نفسي. يمكن انت عشان انت وجوزي اصحاب واحنا عارف يعني عارف حياتنا، فانت عارف قد ايه ناس مثلا حاولت تاذيني personally وتهدني وتخليني للحظات. على فكره انا كنت بقول انا هقفل كل السوشيال ميديا بتاعتي كلها وهقعد اربي ولادي واقعد في حياتي عايش زي اي ست. بعد كده كنت بفكر في انه لا، هو ربنا خالق كل واحد فينا ليه رسالة، ليه أثر هيسيبه. فأنا كنت حاسة إنه قعدت أفكر في الستات اللي بتشوفني الصبح أنا بديها انرجي حلو، بشجعها، حد قلت له معلومة مفيدة، حد بشجعه، إنه حد صغير شايف. أنا كتير بقى لأنه بقالي دلوقتي دي 8 سنة تقريبا على السوشيال ميديا، أو مش عارفة 7 من 2017. بقيت بقى بشوف، انت متخيل الزمن جري ازاي؟ انا دخلت صيدله بسببك، انا دخلت اسنان بسببك، انا دخلت طب بسببك، اللي هو بجد طبعا مسؤوليه كبيره. فلو قلت لك على نصيحه انا هقول لهم لولادي او لغير ولادي، وده اللي انا دايما بفكر فيه لما ببوست، قبل ما بدوس على بوست حاجه عجباني، حاجه مبسوطه بيها، حاجه حقيقيه وشبهي وهتفرق في حياه حد واحد بس، لا هنزلها وهسيبها على الاكونت بتاعي، لان انا ماشيه وهم اللي هيشوفوا ده، هم وغيرهم. انت بتعرفش فيه كام جيل هيبقى ايه. دي كانت جدتي. بس لما برضو تفكر، عشان برضو نكون واقعيين، السوشيال ميديا خلتنا نشوف بعض اكتر، خلتنا نكتشف انه في ناس على الحقيقة موجودة. يعني ايه ده؟ في ناس تتمنى لك الفشل، في ناس ممكن تأذيك، في ناس بقى خبيثة اكتر، دي مستنية ان انت تقع فالناس تبدأ تهاجمك، فهم يعملوا لايك على الهجوم ده او يدعموا الهجوم ده. معلش يا جماعة، كل ده موجود في الحقيقة. صح. كام دكتور لو قلنا على المجال بتاعنا، لا لو طال يأذيك هيأذيك، لو شايف ان اللي انت فيه كتير عليك، كل ده موجود. بس السوشيال ميديا خلتنا نشوف بعض اكتر، نشوف في ناس. انا بصراحة لو كنت انت جيت تحكي لي قلت لي حصل كذا، كنت بصراحة احس انه مش الدرجات، يعني الناس مفيش انسان يعني هيبقى عنده كل الشر ده كل الشر ده. لكن انه الناس دي موجودة، بس بعد كده تكتشف انه لا، ايه ده، الناس دي موجودة. فلو في حاجة معينة هقولها لبناتي، يمكن عشان انا ام البنات ما عنديش ولاد، او لولد، لاي حد بصراحة صغير، عايز تنجح هتنجح، هتتعب، هتبقى قوي وهتسند نفسك وهتكمل، لانه في وقت مفيش رفاهية الانكسار، ووقعت قوم، وهتقوم بقى اقوى، وهتقوم رايح مسافر. ماشي يا نور. بس سؤال لذيذ، انا حبيت. ماشي. ثانك يو يا دكتور هشام على الحلقه اللطيفه دي في الهيلثي بودكاست، ونورتنا. ثانك يو دكتور نورهان، وبجد انبسطت بيكي قوي، وان
شاء الله نكررها تاني. ايوه ان شاء الله. ميرسي أوي. ميرسي يا ميرسي. جماعه، ميرسي. باي باي.